بيبدأ الفيلم بماري اللي بتولد بنتها وسمتها سارة وبتبقى فرحانة بيها جدا. وبعد مرور 3 سنين بنشوف ماري وأبوها روس اللي بيفطر سارة، وبعدها بنشوف ماري وبنتها رايحين للحديقة. وسارة كانت بتلعب وماري واقفة مع صاحبتها، وفجأة سارة تجري ورا قطة، ولما ماري بتنادي على بنتها ما بتلاقيهاش، وبتخاف ماري وبتجري تدور على بنتها وهي بتنادي باسمها بصوت عالي. وبيجي الليل وبتلاقي راجل شايلها وبيقول لها انها كانت بتجري ورا قطة وانه لقاها جنب محطة القطر، وبتحضنها امها. تاني يوم بتوديها وهناك بتقول الدكتورة ان في برنامج اسمه إريك أنجل ممكن انه يحمي بنتها في كل الاماكن، وهو عبارة عن شريحة بتزرعها في مخ الطفلة، لكن لازم توقع على الموافقة. وفعلا بتزرع الدكتورة الشريحة في مخ سارة. بعدها ماري والدكتورة بيقعدوا في الغرفة لوحدهم وبيراقبوا سارة من خلال الايباد وهي بتتفرج على التلفزيون، والدكتورة بتقول لها عن طريق تشغيل البرنامج وانها تراقب بنتها جوه البيت وفي اي مكان، وتقدر تراقب نسبة السكر في جسمها والتوتر ودقات القلب، وانها ممكن تشوش على اي مشاهد عنف ومش هتقدر تشوفها. وقالت لابوها على البرنامج لكن مش موافق. ومع مرور الأيام بتراقب ماري بنتها سارة اللي بتمر كل يوم من جنب بيت الجيران وبينبح الكلب بقوة، لكن سارة مش خايفة لأنها مش شايفة الكلب لأن أمها مشوشة على صورته. وفي يوم وماري في شغلها بتسمع إنذار خطر من الأيباد لأن ضربات القلب ارتفعت عند بنتها من الخوف، لأنها شافت جدها وقع بسبب نوبة قلبية وراحت جري على البيت عشان تلحقه. ومع مرور السنين اتوفى روس وسارة لسه رايحة وجاية مش شايفة كلب الجيران. ولما كانت ماري بتزور أبوها كانت بتعيط وسارة مش شايفة دموع أمها واستغربت. وفي يوم لقت زمايلها بيتفرجوا على فيديو فيه أحداث عنيفة ومش قادرة تشوفه، وبتطلب من واحد من أصحابها اسمه تريك يحكي لها على اللي بيحصل في الفيديو. ولما كان بيتكلم البرنامج بيشوش على كلامه ومش فاهمة حاجة وبتسمع ضوضاء بس. رجعت سارة للبيت وقعدت ترسم في أوضتها راجل واقع على الأرض وبينزف دم، لكن البرنامج بيشوش على الصورة، واستغربت وجرحت صباعها بالقلم وبينزل دم لكن مش شايفاه، فمسحت الدم بخدودها عشان تحس بيه، وفضلت تجرح نفسها بالقلم لغاية ما جرس الإنذار رن. ولما راحت ماري لأوضة سارة وحاولت تمنعها لكن سارة ضربت أمها بالقلم. تاني يوم أخدتها لدكتور نفسي والدكتور بيوريها صورة عشان توصفهم، لكن مش شايفة حاجة. والدكتور بيقول لماري إنها توقف رقابة وتسيب بنتها تعيش حياتها بكل مقاييسها، الحزن والفرح والخوف، عشان تجرب كل الأحاسيس الطبيعية للإنسان، ولأنها مش هتقدر تشيل الشريحة من دماغ بنتها وقفت تشغيل الأيباد وتبعده نهائي. وهم قاعدين على الفطار قالت ماري لبنتها سارة إنها وقفت البرنامج ومش هتراقبها تاني وإنها تقدر تعيش حياتها. وخافت سارة تبقى لوحدها وشجعتها أمها إن هي دايما معاها. خرجت سارة أول مرة في حياتها من غير مراقبة البرنامج وراحت للمدرسة، لكن وهي في الطريق شافت كلب الجيران على حقيقته وخافت ورجعت ورا وكانت هتصدمها السيارة. ولما وصلت سارة للمدرسة لقيت تريك بيتخانق مع ولد تاني وشفايفه دم، وفرح لما عرف ان سارة شايفة الدم وفضل يوريها فيديوهات عنيفة على الايباد. ومرت الايام وسارة بتكبر وبتمر قدام كلب الجيران كل يوم من غير خوف. ومرت السنين وسارة كبرت وبقى عمرها 15 سنة. وفي يوم خرجت هي وصاحبتها والتقوا تريك في عربيته وعزمهم على حفلة جنب البحيرة. وسارة بتقول لصاحبتها ان امها مش هتوافق وبيتفقوا انهم يكذبوا على امهاتهم وسارة بتقول لامها انها تبات عند صاحبتها. وبتوافق ماري وبتجهز نفسها وبتروح للبحيرة وأول مرة تشرب في حياتها وبتنبسط مع تريك. وبتتصل ماري عشان تطمن على بنتها لكن ما بتردش، فبتتوتر وبتتصل على صاحبتها فبتعرف انها ما راحتش عندها، فبتجري للبيت عشان تشوفها رجعت ولا لسه. فبتدور على الايباد وبتعرف مكانها جنب البحيرة. وقررت سارة ترجع للبيت بسرعة لما عرفت ان امها اكتشفت انها كذبت عليها. وهي في الطريق ماري بتراقب بنتها سارة على الجهاز وكانت مرتاحة انها وصلت الصبح البيت. وماري تعاملت مع بنتها زي العادة، مفيش حاجة بتدل انها عرفت حاجة. بعد المدرسة طلبت سارة من تريك يديها مخدرات. تريك في البداية رفض بس في الاخر وافق. ولما وصلت البيت عملت جهاز انذار علشان هرمون الاندرالين ارتفع في جسمها، وده اثار غضب ماري فضربت بالايباد وقررت تحمي بنتها. لما عرفت ميري ان سارة بتعرف تريك راحت لمكان شغله وهددته بالشرطة ويبعد عن سارة، واظهرت له فيديو بيثبت انها لسه بتراقبهم فخاف من السجن. بالليل حاولت سارة تتصل بتريك بس ما كانش بيرد، وبعتت له رسائل تستنى فيها تفسير للغضب اللي هو فيه، بس تريك وهو بيقراها ومش بيرد خوفا من انه يتكلم ويقول عن البرنامج وان امها لسه بتراقبها. وبتشوف ماري بنتها حزينة والصبح بتروح تقابل تريك فبيقول لها انه ما بيحبهاش ومش هينفع يكملوا مع بعض. تتعصب عليه وبتسيبه وبتمشي.
وبتحس بدوار وبتقع، وميري بتخاف لا تكون بنتها حامل، وبتروح للصيدلية وبتشتري حبوب منع الحمل وبتحطها في عصير بنتها. وفي المدرسة بتستفرغ سارة، والدكتورة بتعمل لها تحاليل وبتقول لها ان في حبوب منع حمل في جسمها. وفهمت ان امها عارفة علاقتها مع تريك، وراحت فتشت في البقايا ولقت علبة الدواء، وراحت شغلت الجهاز ولقيت ان امها كانت بتراقبها طول الفترة دي من غير ما تعرف. وراحت سارة بتجمع شنطتها وبتدخل امها وبتنادي لسارة لانها لقت فوضى على الارض، وراحت على الجهاز عشان تعرف مكانها وبتلاقيها وراها. فبتتعصب سارة وبتحاول تاخد الجهاز عشان توقف تشغيله وتمسح كل شيء عليه، وبتمنعها امها. فبتاخد سارة الجهاز وبتضرب امها على وشها ضربة قوية لغاية ما نزف الدم. ولما شافت سارة الدم أخدت شنطتها وجريت، وبتنزل وراها أمها بتدور عليها ومش عارفة مكانها لأن الجهاز اتكسر. وسارة بتمشي على الطريق وبتركب شاحنة عشان تبعد عن أمها اللي ربتها وطول عمرها بتخاف عليها، وعملت كل شيء عشان تحميها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات أكتر ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو أفلام.